النهاردة وصفتنا عن احلى حاجة في علبة الحلويات، هي القشطة. طبعا طرية جميلة، قوامها بيبقى حلو كده، بتحبي تاكليها بنتخانق عليها. بصراحة احلى حاجة. هنبدأ مع بعض كده الوصفة على طول، وان شاء الله هتعجبكم. هي طبعا انضف، اوفر بكتير، لان علبة الحلاوة الكيلو السنة دي طالع لفوق، فاحنا هنحاول نعملها في البيت ونوفر طبعا اكتر واكتر. هنبدأ على طول. هنجيب معانا قارب، صينية، اي حاجة ندهنها زيت، نحط فيها جوز هند وزبيب براحتك، ونجهزها ونسيبها على جنب. هنجيب 4 معالق كبار من الجيلاتين، عليه نص كوباية مية دافية، عليه ورقة فانيليا، ونقلبهم ونسيبهم على جنب برضو. هنجيب بقى هنا كوباية ونص من السكر، نص كوباية من المية، نص كوباية من العسل الجلوكوز، على طول هنحطهم على النار دقيقتين بالظبط. بعد كده هنحط بقى في بولة كده الجيلاتين اللي احنا جهزناه، وعليه الخليط السخن ده اللي احنا عملناه على البوتاجاز، ونفضل نضرب بقى لحد لما نزهق ضرب. لو متغاظين من حد في الوصفة دي، حطوا بقى همكم كله في الضرب. هنضرب كتير قوي لحد لما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، وننزلها بقى في الصينية بتاعتنا، ونرش فوق جوز هند وزبيب طبعا، وبراحتك. عايزة تحط عليها فواكه مجففة، دي بقى انت وذوقك. عايزة تسيبيها سادة، براحتك خالص. بعد كده هندخلها التلاجة لتاني يوم او بعدها بساعتين 3، هتبقى معاكي بالقوام الحلو ده وبالشكل ده. وكل عام وانتم بخير، واشوفكم بألف خير.